السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد الميني طاخت اولا تحليه اللي كتجي الصراحه زوينه بزاف وكتعجب الوليدات وكتعجب الناس الكبار حتى هما. كتجي كتحليه اللي زوينه بزاف ومقرمشه وفي نفس الوقت بسيطه. ان شاء الله نوجدوها في ديورنا، علاش لا. ان شاء الله تبعوا معايا طريقه التحضير وراه غادي تعجبكم ان شاء الله. راه ساهله ما فيهاش شي حاجه كثيره وكتجي مقرمشه ممتعه في الماكله الصراحه. ندوزو ان شاء الله هنايا باش نصاوبوا عجينه الكنافه. عندي 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، واحد الكاس ديال النشا وجوج كيسان ديال الماء، بنفس الكاس اللي عبرنا الدقيق نعبرو به الماء. وكنديرو واحد شويه الملحه وواحد 4 الكيسان عفوا 4 ديال المعالق ديال الزيت وقبيصه الملحه. كيف قلت كنخلطو مزيان اولا كنديروه في مولينيكس كنطحنو كلشي. ومن الاحسن باش ما يجيوناش دوك الكويرات كنشدو هنايا قرعه اللي تقبنا داك الغطا ديالها بواحد الفنيته باش ما كانت هذيك التقبه ديالها صغيره كتجي الكنافه رقيقه. المهم انا درتها شويه ما رقيقاش بزاف ولكن راه جات زوينه صافي. وكنسخنو مقله اللي ما كتلصقش بطبيعه الحال، وكنبقى هكا نطيب هاد الخيوطه ديال الكنافه اولا هاد العجين ديالي اللي كتجي الصراحه كتجي زوينه. بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش الكنافه ولا شي مرات ما كتلقاوهاش كتباع ولا بزاف الصراحه الحوايج، اللهم تصاوبوها في الدار وكتجي بسيطه واقتصاديه. علاش لا ما نصاوبوهاش في الدار؟ صافي ما خاصناش نطيبوها بزاف، ما تحمرش، غير كتنشف ديك العجينه ديالنا من الفوق وكنحيدوها كتبقى هكاك رطبه ومطلوقه، ما نخليوهاش حتى كطيب. الا طابت راه يعني كتجي مقرمشه ما غاديش يعني كتقصاح صافي. يطيبوا هاد الخويطات وكنحيدوهم. زعما راه دغيا دغيا كيف كديروها كتعاودوا تحيدوها صافي. وكنبقاو نكملوا هكا حتى كنكملوا العجينه كامله. وحنا كنطيبوا حنا راه مغطيينها بالبلاستيكه وبواحد المنديل هكا زيف صافي حتى كنطيبوا كلشي وكتجينا هكا رطبه وكتعطينا تبارك الله راه كميه نيت، يعني ديري بها بزاف د الحوايج واقتصاديه وكتعرفي زعما شنو طيبتي من الاحسن صافي. يعني راه ناجحه هاد الكنافه من اول تجربه غادي تنجح ان شاء الله. صافي هنايا راه غادي نقطعها. من الاحسن ديروا المقص كتقطعوها رقيقه باش تصاوبوا بها المعسلات ديالكم ولا التحليات ولا اللي بغيتو. كتجي في الصراحه زوينه ومقرمشه وممتعه ممتعه في الماكله ديالها. وهنايا باش غادي ندهن هاد الكنافه باش نستعملها. عندي هنايا 3 المعالق ديال السكر كلاصي ولا 2 معالق الحلاوه على حساب الذوق، وواحد الساشي ديال الفاني والزبده اللي ذوبتها مزيان، واحد نص كاس ديال الزبده اولا كاس معامرش، انا درت كاس معامرش. المهم ديروا نص كاس الزبده حيت هي كتبقى شويه ديال الليدان صافي. وكنخلط مزيان بحال هكا حتى كتلبس مزيان ديك الشعريه. انا تنقول لها الشعريه حيت جاتني بحال الشعريه نيت. كنلبسها مزيان وصافي. وكنجيب هاد القوالب ولا اللي عندكم، ولا الا بغيتو ديروا المعسلات ولا بغيتو ديروا بها اي حاجه صافي. كنجيب انا هاد القوالب ديال الميني طارت وكنبقى نصاوب فيهم هاد الكنافه. كندخل مزيان من الجناب، راه كلشي تبارك الله كيعرف. المهم الطريقه راه واضحه، يعني الفيديو راه شارح راسو صافي. وكندخلهم للفران اللي يكون سخون، يعني العافيه كتكون شاعله من الفوق ومن التحت حيت انا عندي فران العادي كنشعل عليها من التحت ومن الفوق وكنقص عليها وكنخليها حتى كطيب وكتقرمش. وجات مقرمشه في الصراحه جات زوينه.
غادي تعجب الكبار والصغار. وكنعمروها بالكريم اللي بغينا، بأي كريم ولا بالشوكلاط ولا اللي بغيتو. كتجي زوينة في الصراحة، كتجي ممتعة كي قلت في الماكلة. اولا معسلات، بغيتو ديروا معسلات، هذه بديل ديال الكنافة. اللي ما لقاتش الكنافة ديرها في الدار، راه حتى هي زعما قاضية الغرض. هنايا عندي بغيت ندير انا غير الكريم باتيسير صافي. يعني دغيا دغيا عندي واحد نص سيطرة الحليب، واحد 4 المعالق ديال كريم باتيسير، واحد 2 معالق ديال السكر سنيده. هادشي اللي عندي في الكريم. كنبقى نحرك، راه كلشي تبارك الله كيعرف يدير كريم باتيسير. كنبقى نحرك حتى كيعقد ليا الخليط، وكندير شويه الزبده، واحد المعلقه الزبده صافي. وكنطفي البوطه وكنبقى نحرك. كنخلي هاد الكريم حتى كتبرد مزيان، وكنطربها بواحد الطراب. المهم نطربوا هاد الكريمه ديالنا باش تجينا مزيانه كريميه صافي. وكنعمرو هادوك صافي. وكنعمرو هادوك الميني طارت. يعني شي حاجه ساهله وبسيطه الصراحه، كتجي زوينه. التحليه اللي غتجي زوينه بزاف وبسيطه صافي. انا كنجيب هاد البوش كنعمرو. ما عندكمش بوش عمرو غير بمعلقه اللي كان يقضي الغرض. صافي انا درت هكا عمرت البوش بالكريمه، وغادي نعمر هادوك لي طارطوليت صافي. وغادي نزين بشويه ديال الفواكه. التزيين راه كيبقى اختياري، وباش ما اللي كان عندكم كتزينوا به. المهم كيجيو زوينين وبساط. وتزيين انا زينت هكا بشويه ديال البنان، شويه التفاح، وهذا الشيء صافي. كتجي الصراحه زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها فعلا. واللي يعجبو الفيديو ما ينسانيش من واحد لايك. والناس الجداد مرحبا بكم. اشتركوا عندي في القناه. اللي شاف هذا الفيديو اول مره يشترك في القناه فضلا وليس امرا. الى عجبك المحتوى من طبيعه الحال. من الناس القدام راه كنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتكتبوا لي، وعلى الدعم المستمر ديالكم. شكرا بزاف. جزاكم الله خيرا. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.